بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة فيديو عن محور 26 يوليو الجديد، وهو مش جديد تماما، هو جزء وصلة جديدة هتخف الزحام عن المنطقة المشهورة قوي اللي فيها زحمة من الطريق الدائري لحد ميدان لبنان. منطقة صعبة جدا، الطريق كله بيرمي على حارتين سواء رايح او جاي، والطريق بيكون صعب جدا في المنطقة دي. وهوريكم جزء فيديو عن الحتة دي وانا ماشي فيها الصبح بتكون عاملة ازاي. كل اللي جاي من اكتوبر عارف المكان ده، من الدائري، من قبل الدائري بحوالي 2 كيلو او 3 كيلو بتلاقي الطريق بقى صعب جدا، وبيقفل على حارتين 8 عربيات، سواء اللي نازل من على الدائري او اللي جاي من المحور من اكتوبر بيدخل على حارتين في الوصلة من الدائري لحد ميدان لبنان. والعكس برضو، اللي جاي من ميدان لبنان سواء جاي من محور 26 يوليو او طالع من شارع السودان، او اللي هيكون طالع من محور طلعت الزمر بعد كده لما المحور يشتغل، هيرمي برضو على حارتين اللي هي من ميدان لبنان لحد الطريق الدائري. منطقة صعبة قوي وزحمة جدا يوميا، الصبح او اخر النهار بتلاقي زحمة وصعبة قوي. وهوريكم على الطبيعة يعني الزحمة عاملة ازاي. لما نيجي نشوف المحور بيربط بين ايه وايه، هنلاقي ان هو دي مدينة 6 اكتوبر، ودي منطقة الجيزة، او خلينا نقول مدينة القاهرة. يعني هو محور 26 يوليو بيبدأ من شارع 26 يوليو اللي هو جاي من وسط بولاق، وبيعدي اللي هو الطريق ده يا جماعة اهوت، يعدي طبعا على الشيخ زايد وبيوصل لحد اكتوبر وبيوصل لحد طريق الواحات. وهو طبعا الطريق الرئيسي اللي بيودي على مدينة 6 أكتوبر مع طريق الواحات، دول الطريقين الوحيدين اللي بيوصلوا لمدينة 6 أكتوبر. محور 26 يوليو محور كبير، بنلاقيه ماشي لو هناخده من اتجاه أكتوبر، بيعدي طبعا على مول العرب في الجزء ده، وبعدين بيمشي لحد ما يعدي فوق الطريق الصحراوي. هو الجزء ده التقاطع مع الطريق الصحراوي، وبعدين بيمشي بعد كده مفيش اي نزلات خالص على الطريق، بيعدي فوق ترعة المنصورية مفيش نزلة، وفوق ترعة المريوطية وبرضه مفيش نزلة، وبعد كده بيوصل لحد الطريق الدائري زي ما انتم شايفين في الجزء ده. منطقة من هنا هي دي الجزء اللي احنا بنقول عليه جزء صعب جدا اهوت، هنا لحد هنا ده طريق حارتين بالظبط. طريق المحور بيبقى 4 حارات، والدائري بيكون 4 حارات، وكلهم بيرموا على الحارتين دول في الجزء ده، أصعب جزء على طريق المحور. طب ايه اللي هيحصل او ايه اللي بيحصل اليومين دول؟ هنشوف مع بعض ان هما بيعملوا وصلة جديدة. الوصلة دي هتعدي المنطقة دي خالص. لو انت جاي من اتجاه اكتوبر وبعد ما تعدي فوق ترعة المريوطية هتلاقي فيه على اليمين وعلى الشمال توسعة باينة خالص اهيت، برضو نشاور لكم عليها، دي توسعة على جنب الطريق وتوسعة الناحية دي. هتلاقي في على جنبين الطريق شغل جامد شغال، كل دي توسعة بتتم على طريق المحور. نيجي عند بعد المريطية بشوية، لو انت جاي من اكتوبر وقبل الدائري بحوالي 4 كيلو او 5 كيلو، هنلاقي في ترعة هنا اسمها ترعة السرو. طيب ترعة السرو دي هي واخدة منحنى كده وبتلف وتدخل لحد القطار الجديد، محطة قطار الصعيد. وده محور ترعة الزمر، هو لسه ما اشتغلش، يعني في الفينش النهائي بيعملوا فيه النزلات والكلام ده، و لسه ما اشتغلش لحد دلوقتي. ده طريق المحور زي ما قلنا، وده الطريق الدائري. طيب اللي بيحصل اليومين دول ان هيتعمل نزلة في الحتة دي كده، الاتجاه ده هيبقى اتجاه رايح بس كده، كل اللي جاي من جوه القاهرة هيتحول على المسار ده ويوصل، وبعد كده في اتجاه اكتوبر. واللي جاي من اكتوبر هيكمل خلاص في الاتجاه ده هيبقى اتجاهه، وهيكون هنا خط المونوريل برضو على طريق المحور. طبعا الجزء ده لسه مشتغلوش في المونوريل فيه، فهيكون اكيد يعني بعد ما يشغلوا المحور الجديد. قالوا ان الطريق هيكون ماشي كده وهيربط مع محور
أحمد عرابي. لسه الشكل العام، الكلام ده معلومات مش مؤكدة يا جماعة، لكن هيبان معانا مع الوقت يعني. بس المؤكد إن هم بدأوا في التوسعة وعمل النزلة اللي عند ترعة السرو أو ترعة العبد. تعالوا مع بعض نشوف شوية من الزحمة اللي بتحصل الصبح في المنطقة اللي احنا بنقول عليها، اللي هي دي منطقة صعبة قوي. وبرضه هوريكم فيديو وانا واقف في الحتة دي تماما، يعني وانا واقف هنا كده هتشوفوا فيديو هما بادئين يشتغلوا في النزلة في الحتة دي بالظبط. يلا بينا. هي دي المنطقة اللي بنقول عليها. شوفوا يا جماعة احنا كام عربية في الجزء ده بالظبط. شوف قدامك كام عربية، حوالي 8 يمين، يعني يمين وشمال كده نعدهم هنلاقيهم 8. بترمي على كام بقى؟ بترمي على حارتين بالظبط، الناس بتزنق جنب بعضها بيبقوا 3 عربيات. اوتوماتيك كده هتلاقيك بتضمها على اللي جنبك. الناس بقى بتتزنق واحدة واحدة كده لحد ما ايه تلاقي في الاخر عربيتين ماشيين جنب بعض او 3 بالعافية يعني. انا كده من الدائري لميدان لبنان. هي دي المشكلة، مشكلة المحور اساسا. خلاص كده ضمينا اهوت، بقينا حارتين، اتوبيس ماشي جنبي وخلاص، وانا قدام هتلاقي الملاكي قادرين يمشوا 3 جنب بعض. لكن لو في اتوبيس زي اللي جنبي كده على اليمين، مش اللي عدى ده، خلاص انا خلاص هيبقى عربية واحدة. المحور في الجزء ده حارتين بالظبط. هو ده سبب المشكلة كلها، وصعب جدا انك تعمل فيه حاجة. الحاجة التانية طبعا المونوريل اللي شغالين دلوقتي وهم قربوا يوصلوا للجزء ده، فما كانش ينفع يبدأوا فيه انشاءات وهو اساسا حارتين. انت لو خدوا حارة كمان خلاص كده الدنيا باظت يعني. يبقى انت كده هتيجي من اكتوبر تدخل المهندسين في 2.5 3 لو بدأوا في شغل المونوريل والطريق التاني لسه ما اتعملش. طبعا اكيد هيخلصوا الطريق اللي هناك الاول، المحور الجديد، ويكملوا الوصلة بتاعة المونوريل في الجزء ده. انا كده يا جماعه فوق ميدان لبنان، فوق المحور، وقدامي كده محور طريقة الزمر والنزله اللي بتتعمل جديد، ومحطه قطر الصعيد قدامنا.